السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ام سناء من قناة بيتك اجمل، وجايه لكم النهارده بفيديو جديد ويوم جديد نبدأ فيه بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ومعانا ان شاء الله وصفات حلوة جدا هتعجبكم، وهنعمل مع بعض عصير الدوم. عايزه اقول لكم يا بنات ان عصير الدوم ده عصير رائع جدا، طعمه تحفة. هنعمله باللبن. يعني وصفة حلوة كده هتعجبكم ان شاء الله. ومعانا بقى هنعمل الناجتس. طبعا الناس اللي متابعاني عارفة احنا كنا عملنا تقسيمات الفراخ. كنت جبت 3 فرخات وقسمتهم، وقلت بقى ان شاء الله هنعمل منهم وجبات. معانا كده اول وجبة هنعمل خدت صدر من الفراخ. وهنعمل بيه ناجتس. هنعمل ان شاء الله 12 قطعة بصدر فرخة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، بس الاول ما تنسونيش في اللايك وكومنت حلو منكم. ولو انت اول مره بتشوفي القناه، يا ريت تاخدي جوله في القناه كده، ولو عجبتك القناه شرفيني باشتراكك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واول حاجه هنعملها النهارده الدوم. طبعا انتوا عارفين الدوم يا بنات مفيد جدا، وبالنسبه للناس اللي هم عندهم الضغط يبقى عالي على طول، ده بيظبط الضغط. وهو بيتاكل ني كده او ممكن يتعمل عصير. فانا خدت كميه كده حطيتها في حله كده فيها ميه، وهغطيه واسيبه على الرخامه كده حوالي مثلا نص ساعه. لما بصوا زي ما انتم شايفين كده يعني يبوش معاكي شويه. وبعدين بقى نرفعه على البوتاجاز. نولع البوتاجاز عليه يعني حوالي ساعه الا ربع. تمام، لغايه ما تيجي تحطي الشوكه فيه كده تلاقيه ايه، استوى معاكي خالص وسهل كده معاكي. وكده هو جاهز على العصير على طول. هنعمله في الخلاط باللبن، هتشوفيه معايا. بس طبعا هركنه شويه كده على الرخامه يبرد معايا، عشان ما ينفعش اعمله في الخلاط وهو سخن كده. وتعالوا بقى نشوف وصفتنا النهارده. هنعمل الناجتس مع بعض. بصي بقى، انا كنت جبت 3 فرخات قسمتهم على 10 وجبات. الفيديو اللي هو قبل دوت ان شاء الله يعني ايه، الناس اللي ما شافتهوش شوفيه هيعجبك جدا وهتستفيدي منه. بص، اول حاجه كده انا معايا صدر الفرخه قطعته قطع زي ما انتم شايفين كاني هعمله بانيه، ونزلت بيه في الكب على طول، وعليه بصلتين مبشورين كده. تمام، بصلتين وسط يعني كده، ايه مش كبار قوي. ومعايا بقى كيس فيجيتار اللي هو المغلف ده، مش الفيجيتار السايب. لو عندك فيجيتار سايب ماشي، بس طبعا الافضل يعني اللي هو المغلف ده بيبقى طعمه احلى. وهنحط بقى الاساسي معانا معلقه كاري. الكاري بيبقى حلو جدا مع الفراخ. هنحط بقى معلقتين ملح طبعا حسب الرغبه برضو. والفلفل الاسمر بقى توصي شويه بالفلفل كده عشان بس يخلي طعمها حلو وريحتها حلوه. وهنحط بقى الاساسي برضو معلقه بيكنج باودر، ماشي، من بتاعه الشاي دي. هنضرب بقى كل المكونات دي كلها مع بعضيها لما تنعم معاكي خالص. طبعا لقيتها مش ماشيه كويس معايا في الخلاط، نزلت عليها بشويه زيت. ويا ريت يكون زيت يعني عباد شمس او زيت نضيف كده، بلاش زيت التموين، ماشي، عشان طبعا يبقى الطعم باين قوي. ضربتهم كويس قوي لما بقت معايا ايه، عجينه زي ما انت شايفه كده. هركنها برضو شويه حوالي مثلا 10 دقايق ولا حاجه تريح كده. وبعدين بقى نجيب طبق نحط فيه ميه مش زيت، ماشي، ميه. ونبدا ناخد من العجينه ديت وايه، ونكور كده، ماشي. وبعدين تحاولي تصبعيها زي صباع كفته، وبعدين تضغطي عليه عشان ايه يتفرد معاكي. اهم حاجه تخلي فيه ارتفاع في العجينه، يعني ما تخليهاش متبططه قوي، عشان لما تكون متبططه قوي هتيجي تقليها هتنشف معاكي. احنا عايزين نفس شكل الناجتس اللي بره كده اللي هو الجاهز ده. بصي زي ما انت شايفه معايا كده. عملتهم كلهم بقى وسبتهم برضو يريحوا شويه. لازم كل خطوه تسيبيها تريح حوالي 10 دقايق. قلت بقى في الوقت دوت اعمل مكرونه. بنحمر المكرونه كده، وبرضو العين التانية عليها البطاطس برضو هنحمرها. يعني انا هعمل جنب الناجتس مكرونه محمره كده بصلصه، وجنبيها بطاطس محمره. اول ما المكرونه اتحمرت بقى نزلت عليها بشويه طماطم معصورين وعليهم بنجر، وحطيت معلقتين صلصه. وبنحط بقى طبعا الميه بتاعتنا، وهي تبقى ميه من الكتل عشان ايه تساعد على المكرونه تستوي بسرعه. فلفل اسمر، مكعب مرقه دجاج، الملح، 7 بهارات. ونقلب بقى كله مع بعض، ودي احلى مكرونه يا بنات. يعني هي بصلصه وخفيفه كده، ايه مش متسبكه يعني. تمام، بصوا بقى زي ما سبتهم هما يريحوا شويه. هنجيب بقى طبق كده فيه ميه، وتاخدي كده القطعه تحطيها في الميه، مش هنحطها في بيض. وليه مش هنحطها في بيض يا بنات؟ لان لو حطيتها في بيض هتيجي تقليها هتتحمر بسرعه جدا وتبقى من جوه نيه. طبعا دي تعتبر معانا عجينه، فلازم نحطها في ميه كده عشان ايه تاخد وقت في السوا. البيضه هيخليها تتحمر معاكي بسرعه. بعد ما تطلعيها من الميه تحطيها على ده فيجيتار يا بنات، فيجيتار سايب. تحطيها كده وتبدريها كويس كده بالفيجيتار. بس طبعا اهم حاجه ما تضغطيش عليها برضو عشان ما تتفردش معاكي وتبقى مبططه قوي. عملتهم كلهم بالطريقه دي. وبعدين بقى الفيجيتار اللي فاض معايا حطيت عليه معلقتين نشا ومعلقه كركم عشان تدينا لون حلو. هاخد بقى قطعه قطعه كده وهنزل بيها فين في الميه تاني. يعني انا عملتها الاول بطبقه فيجيتار عادي خالص، فيجيتار ساده يعني مش عليه اي حاجه. بعد ما خلصتهم كلهم هاخد بقى قطعه كده احطها في الميه زي ما انت شايفه، وانزل بقى بخليط الفيجيتار اللي هو عليه النشا وعليه الكركم عشان نعمل طبقه تانية من الفيجيتار. هبص تلاقي بقى القطعه ما شاء الله كده نبشت معاكي،
ماشي. ودي هتخلي كمان حركه الميه دي هتخلي الفيجيتار يمسك معاكي اكتر. هسيبهم برضو حوالي 10 دقايق او ربع ساعه كده عبال ما نعمل عصير الدوم عشان برضو يرتاحوا شويه. تمام. معانا بقى عصير الدوم كده. انا بعد ما حطيته في الخلاط لقيته زياده قوي، هيطلع من الخلاط يعني وهو بيتعصر، فرحت حاطه حبه في الشفشق تاني. هنضربه بقى في الخلاط كويس كده كذا مره لحد ما ينعم معانا خالص. حتى بص تلاقي مع كل ما تضربي فيه هتلاقي لونه ايه فتح قوي معاكي كده. وخدي بالك بقى من الخطوه دي، خطوه مهمه جدا. احنا مش هنصفيه في مصفى، ده منخل سلك يا بنات مش مصفى. ده منخل ضيق جدا عشان احنا مش عايزين اي رواسب تنزل منه. تمام. طبعا لو ممكن برضو تعمليه في شاشه كده زي العرقسوس، بس المنخل ده برضو يعني كويس مفيش حاجه هتنزل منه. تمام. ضربته بقى كويس كده زي ما انت شايفه، وهبدا بقى ان انا اصفيه. بصوا، عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا يا بنات. بصوا اللي فات في المصفى كده او في المنخل ده يعني يعني تحس ان هو في لحم كتير من الدوم يعني. فضربته مره كمان، زودته شويه ميه وضربته مره كمان عشان عايزه اصفيه اكتر لغايه ما فاض معايا ايه الشويه دول كده. خلاص ده كده البذر بتاعه. تمام كده خلاص، هو كده ايه معانا صافي خالص. ممكن تشربيه كده، تحطي له سكر بس وتشربيه. انا بقى عايزه اعمل له اضافه كده، هحط له كوبايه لبن. وبرده مش هنحط لبن كتير، احنا بس بنطعم الحاجه يا بنات. لو حطيتي لبن كتير هتغطي على طعم الدوم. فانا حطيت على شفشق الخلاط دوت كوبايه لبن، وحطيت بقى السكر بتاعه وضربناه مع بعض كده برده مرتين كده. لقيت برده الخلاط فيه زياده، رحت مفضيه حبه ايه في الشفشق. هنضرب تاني. وبصوا بقى معايا اللون عامل ازاي وريحته تحفه يا بنات. الكميه اللي فاضله برده معايا في الطبق ديت هضربها برده تاني واحط عليها كوبايه لبن. يعني ايه، مش الكميه دي كلها عليها كوبايه لبن واحده، لا. يعني هو شفشق الخلاط عليه كوبايه لبن واحده. هتعملي شفشقين تحطي كوبايتين لبن. تمام. خلاص كده تمام، هو كده جاهز على طول على الفطار. بس طبعا قبل ما نيجي نصب لازم نقلب عشان بيروق تحت شويه كده. كده بقى جهزت بقى ايه طاسه كده عشان نحمر بقى الناجتس. تخلي الزيت معاكي يكون سخن جدا، يعني تحطي ايدك كده تشوفي ما تستحملهوش كده. وبعد ما تحطي بقى القطع بتاعتك ترجعي ايه تخلي النار وسط. اهم حاجه يكون في الاول الزيت سخن جدا. تمام. وبعدين تخلي النار وسط. بصي بقى خدي بالك كده، انا ايه مش عايزه اجريكي الفيديو تحسي ان القطع بتكبر واحده واحده. بصي عيدي الحته دي من اول تاني كده، هتلاقي القطع ما شاء الله نفشت كده معاكي عشان البيكنج باودر اللي احنا حاطينه. ما شاء الله القطعه بقت اكبر من القطعه اللي بيجيبيها من بره. بصوا بقى ما شاء الله اللون عامل ازاي، والطعم تحفه يا بنات، والريحه جميله. عملت برضو مع العصير الدوم، عملنا عصير صوبيا البنات عملوه يعني. وادي معانا عصير الدوم برضو هو صبوه. بصوا عامل زي ايه زي الشاي بلبن او زي النسكافيه لونه يعني. بس هو طعمه تحفه جدا، بس انا بتهيألي مش كل الناس هتحبه. يعني هو مثلا ايه زي العرقسوس كده، مش كل الناس برضو بتشربه. بس هو حلو ومفيد جدا يعني. انا برضو ايه مش يعني عندي مش كله بيشربه برضو. تمام. بس انا حبيت اوريكم الطريقه برضو للناس اللي ايه ما تعرفش طريقته. هو طريقته سهله جدا وطعمه حلو جدا يا بنات. وبصوا بقى معانا الناجتس طلعت اهيت وجهزتها بقى كده وقدمتها في طبق. وبص ما شاء الله جميله ازاي. عايزه اقول لكم ان هو يعني هو ربع فرخه، يعني هو صدر واحد اللي عملته. وما شاء الله عمل لنا 12 قطعه، وقطع حلوه مشبعه. يعني احنا 6 افراد، بالنسبه لنا دي وجبه يعني وجبه كافيه. وان شاء الله هعمل معاكم بقيه الوصفات بتاعت التلات فرخات. كل حاجه قسمناها هعملها معاكم عملي ان شاء الله. ما احنا لازم يا بنات نوفر وندبر كده ونلم ايدينا عشان الدنيا تمشي. هتمشي معانا يوم كده ويوم كده، وان شاء الله الشهر هيخلص على خير باذن الله. وربنا يعيننا على الاسعار والغلا اللي احنا فيه، ويحسن ما بين ايديكم ان شاء الله ويوسع رزقكم. ويا رب تكونوا استفدتوا معايا النهارده، وانتظروني ان شاء الله هنعمل بقيه الوصفات مع بعض. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.